وصلت لسن ال40 وحاسس ان حرقك قل وتخزين الدهون زاد. تعال اقول لك بقى، طبيعي الفسيولوجي بتاع الجسم ان جسمك بعد ال40 معدلات حرقه بتقل 10% كل 10 سنين، ومعدل تخزين الدهون بيزيد بنسبة 10%. كمان بينقص معانا بعض الفيتامينز والمينرالز، واهمهم فيتامين دي لازم ناخد بالنا منه، ونقص في الكالسيوم، وكل الحاجات دي بتأثر معايا في انقاص الوزن ورفع معدلات الحرق. عشان كده النهارده هقول لك على طريقة تاخد بيها فيتامين د لو هو ناقص عندك بعد ما تعمل التحليل، ان الافضل تاخده بعد وجبة فيها نسبة بروتين ونسبة دهون فيها الياف زي الخضروات والسلطة او الخضار. مهم جدا ناخدها بعدها، يعني بعد ما تتغدى تاخد فيتامين د. والوقت برضو بقى المعدل الحرق القليل بقى له حلول كتير، منها ابر بديل التكميم زي الالتر بيبتايد والماكروتايد والريتاثايد. دي من الحاجات اللي معايا بتعلي معدلات الحرق وبتحسن مكونات الجسم، بتحسن حساسيه الانسولين ومقاومه الانسولين. كمان وجدوا بالدراسه ان هي بتقلل دهون الكبد للاشخاص اللي عندهم دهون في الكبد. كمان بتحسن معانا الضغط فبتقلل مستويات الضغط المرتفع. كل ده وحقن بديل التكميم اللي بتغير حياتك خالص في قفل النفس وتغيير سلوكيات الجسم، وكمان بتخلي الجسم ما يزيدش بسهوله. لو عجبك الفيديو يا ريت تشيره عشان غيرك يستفيد، ولو ليك استفسار او كومنت بالنسبه للحقن ابعت لي في الكومنتات وانا ارد عليك.